عالسلامة ومرحبا بكم معايا في أول فيديو ليا على اليوتيوب. إن شاء الله يكون خفيف الظل عليكم ويكون خفيف الظل عليكم، إن شاء الله يعجبكم يا ربي. حبيت نبارتاجي معاكم روتيني اليومي كيفاش يبدأ. اليوم صباح نهاير ممطر، هزت بنتي تقرأ وتعدي قضيت قضيات وباش نروح نطيب معاكم روز أزعر بالدجاج والفاكهة. إن شاء الله ينال إعجابكم. هذا الرز نتاعي كحضر دجاجة أفخاذ نتاع دجاج محمرين في الفور، والرز أزعر بالفاكهة. هاكا باش نوريكم لي زانغريديون شنوا وكيفاش بالتفصيل. هذوما خذيت 4 فخوذات نتاع دجاج، حليتهم بالسكينة وغسلتهم بالخل والقارص. هذا رز بسماتي نشريه من عند الجزار في العادة. هذه شعرية وهذا كركم كليل وزعتر. هذا فلفل أكحل في العادة نجيبه معايا من تونس ونرحيه في الدار وريقلو مفاعلية. شريت هذيك من ليرو سبين نورمالمون شريتها. هذايا ثوم، قشرت راس ثوم هرسته وزدت معاها شوية فاح. خذيت الطنجرة متاعي، ان شاء الله ما نكونش نزرب البنات، الله غالب. اول فيديو استحملوني، ان شاء الله ينال اعجابكم. وما تنسونيش في جيم وابوني. خذيت طنجرتي حطيت فيها شوية زيت، وباش نكمل نحط بقية الفحات. باش نحط الثوم واللفاح، باش نحط مقدار مغرفة ونص هكاكا. الحاصل انا مكثرية ديما نطيب راني عيني ميزاني ما نقيسش، ما نعرفش نحسها تجيني اسهل. انا ناخذ فيها راحتي خير الحقيقة تاع ربي. اما تو نحاول نوصل لكم كيفاش حطيت. هذايا كركم باش نحط مغرفتين مليانين خاطر باش نعمل كمية كبيرة شوي. نحط شوية فلفل أكحل باش يجيني موزوز شوية. وبالطبيعة الكليل والزعتر اللي يعطوا ريحة في الدجاج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبدأ فاوحة تاخذ العقل. نخلط لي زانغريديون تاعي ونهز طنجرتي نحطها فوق الغاز تتقلى شوي. شعلت الغاز على نار هادية وحطيت فوقها الطنجرة باش نقلي هذوك شوية ونحط الدجاج. بالنسبة للدجاج البنات كي تحطوهم في وسط الطنجرة مع الفاح، ماذا بيكم تحطوا بالفخذ هكا وتحركوا باش يشرب اللفاح وياخذ البنة متاعو. هاتا تشوفوا انا كيفاش باش نعمل. باش نحط بالفخذ ونحرك بشوية باش يشرب اللفاح متاعو يدخل في وسطه لفاح. حطيت فخذات الدجاج في وسط الطنجرة وباش نحركهم بشوية بشوية. ان شاء الله نكون قاعدة نوصل لكم في المعلومة، وان شاء الله يا ربي نهاركم مسعد الايام. بما انه توا قاعدة نصور الصباح، وان شاء الله فيديو يعجبكم. هاكا حطيت الفخوذات وقاعدة نحرك بشوية باش يدخل في وسطهم لفاح. خاطرني الفخوذات مانيش باش نخليهم هكاكا، باش نحطهم من بعد في الفرن نحمرهم. بالنسبه للفخوذات البنات ما نحطش ليهم الجلده نتاعهم، خاطر من بعد باش ندخلهم يتحمروا في الفور. وكي نحي لهم الجلده في الفور يبسولي ما نحبش. انا نحب الاكل اللي باش تجي تتقرمش وكل بس هذاك يجي في الجلده نتاعو من فوق وهو يبقى من داخل راوي نقولوا احنا. نحرك الفخوذات نتاعي ومن بعد نمرقهم شويه ماء، ما نكثروش الماء من الاول، ونخليهم يطيبوا في عقلهم. بطبيعته الدجاج في ساعة يطيب ما ياخذش وقت. هو نعبوا شوية ماء سخون ونزيدهم لطنجرتنا ونخلوها تطيب في عقلها. نمرق الطنجرة بشوية ماء سخون، نغطيها نحرك شوية صح قبل ونغطيها ونخليها تطيب في عقلها.
حطيتها على نار متوسطة وخليتها تطيب. طيب باش ناخذ الشعرية. بالنسبة للشعرية موجودة في الليدل، موجودة في جماعة إيطاليا، موجودة في الليدل، موجودة في اللينز، وموجودة في اللايروسبين. خذيت مقدار كيس شعرية هكاكا، حطيت مقلتي فوق الغاز تسخن شوي، وباش نحط الشعرية نحمرها. حطيت كيس الشعرية وباش نزيد عليه زوز مغارف زيت. بالنسبة للبنات نجموا تعملوا في عوض زيت تعملوا زبدة مغرفة، زبدة تحطوها فوق الشعرية وتبقوا تحركوا للي لونها يتبدل يولي كيما الكراميل، يحمر شوي، متخردوا بالكم راهي تحرق وما تنسوش عليها في التحريك، ديما تبقاو تحركوا للي لونها يتبدل كيما باش تراو معايا هكا. صبيت عليها زوز مغارف زيت وباش نبقى نحرك فيها للي لونها يتبدل. تو تشوفوا كيفاش يولي لونها كيما الكراميل، لونها يحمر شوي. بالنسبة للروز زوز كيسين روز ناخذ عليهم كيس شعرية، انا نعمل يجيني مضبوط بالضبط، يجيني كيما قاعدين تراو هاوكا لونها تبدل، بدا يتبدل بشوي بشوي، بدات تحمار، ما نسيوش عليها، نبقاو نحركوا للي تجيب لنا. وماذا بيكم نطيبوها على نار هادية باش ما تحرقش، ردوا بالكم تقولها في النار كيما تشوفوها هيك طابت. باش نقرب لكم الكاميرا ونوريها لكم. رجعنا للطنجرة باش نشوفوا الصوص نتاعنا والدجاجات طابوا ولا لا، باش نحطوهم يتحمروا في الفور. حركوا شوي ونغطوا عليها نخلوها تطيب. نزيد ما طابش بالكدا نخلوها تطيب في عقلها. نسيت ما قلتش لكم قليك، نسيت ما حطيتش الملح. هاكا توا باش نزيدو، وكيما قلت لكم ديما عيني ميزاني، مقدار مغرفه كيكه قل شوي، مش معبيه بالطبيعه. نحرك طنجرتي ونخليها تطيب. هذايا الفاكهه اللي عندي لوز وعندي كاجو. وذي الرز بعد ما الشعريه بعد ما تحمرت زدت عليها زوز كيسين الرز الاخرين خلطتهم مع بعضهم، وحطيت الماء يسخن في مقفول وباش نحط نصمة الرز. بالنسبة لي أنا راني ما نحطش الرز ونحط فوق الماء ونخليه يطيب، تعجبنيش الحق. نحط الماء يغلي ومن بعديك نزيد فوق الرز نخليه يتسمط شوي، ومن بعديك نحطه يفور. كيما قلت لكم زوز كيسين روز عليهم كيس شعرية. انا هكاك نعمل. الماء اللي باش نصمت فيه الرز نحطه نحط فيه شويه ملح، تسمعوا في ولدي شارك معايا. نحط فيه شويه ملح ونخلط ومن بعد نحط يتسمط. هاكا ولدي زاد يحكي لكم على زانغريديون كيفاش. خليته لكم فيديو سبونتاني ان شاء الله ينال عجبكم. فرغت الرز نتاعي الكل، حطيته باش نحطه يتسمط. وديما حركوا البنات الروز، ردوا بالكم تسهوا عليه، حركوا شويه كي تحطوه يتسمط، ما تخلوهوش برشا، اصمتوه شوي نص تاب، ومن بعد نحطوه يفور. هذه راهي طريقتي انا في التطيب، بالطبيعه تختلف، فما ناس اخرى تعمل الطيب بطريقه اخرى. ان شاء الله طريقتي تعجبكم، اما متاكده انها باش تعجبكم، جربوها وتفكروني. لهنا جبت بلاتو حطيت فيه ورق الزبده باش نجيب نخرج الفخوذات نتاعي ونحط نحمرهم في الفور. انا تزربت باش نخرج الفخوذات طول من الصوص ونحطهم في الفور. تنجموا تخرجوهم قبل بشوي، تحطهم في كاسكاس وتخليهم يسقطروا في عقلهم، ومن بعديك تحطوهم في الطبق نتاعكم وحطوهم في الفور يحمروا. اما في الحالتين كيف كيف ما تفرقش يعني.
نحط الفخذات نتاعي في البلاطو نتاعي، نرصفهم بجنب بعضهم، وتنوريكم شنو باش نعمل لهم من بعد، ونحطهم في الفرن. قبل ما نحطهم في الفرن شنو باش نعمل لهم؟ الفخاذ هذاك ما يحبش يخرج، يحب يبقى في الصوص. بعد ما خرجتهم ورصفتهم بجنب بعضهم، باش نمشي نجيب الراجع طنجرتي فوق الغاز، بطبيعة الصوص تاع صايي ذيك، من بعد باش نخلط بها الرز. باش نمشي نجيب شوية زبدة، وتنوريكم كيفاش باش نحطها فوق الفخوذات، باش من بعد يعطوك التقرميشة، بعد ما يحمر يولوا يتقرمش ويعطوك اللمعة محلاه. سخنوا الفرن متاعنا قبل على 180 درجة، تحطوا يسخن صح على أقصى درجة، يسخن بالقدا، ومن بعد ننقص فيه ونحطوهم لفوق شوية، من فوق من اللوطة يشعل، والبلاتون تاع الفخذات نحطوه في الوسط. هذاك الرز حركته شوي. هذه الزبدة متاعي جبتها باش نقص ترانشات بالسكينة صغيرين، ونحطهم فوق الفخذ و... وندهنوا بها باش يذوب. تو في ساعة تذوب طبيعتهم هما سخان، تذوب الزبدة ما تبقاش. نبقى نحرك فيك الزبدة، ندهن بها فخذ بالكامل بالقدا بالقدا. صدقوني يا البنات جو فاوحين 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 مش نورمال. اكل الكليل والزعتر عطوا فيهم مطعم بنا على الاخر، وك الزبدة زايدة كذا بتفوقهم كأنهم شريتهم من الشارع. جربوها وتفكروني، وما تنسوش اللي جربها يخلي لي كومنتار. طب باش ننزل البلاطو نتاعي نحطه في الفور، خليهم يحمروا في عقلهم، ونمشي نقدك الرز نتاعي. هنا باش ناخذ المقلة متاعي باش نحط فيها الفاكهة، ونحط فيها مقدار مغرفة زبدة، ونخليها باش من بعد نحمرها في الوحدة في الزبدة، نحمرها فوق الغاز. الرز متاعي نورمال ما راه حضر هكا، عملت عليه طلة،
نلقيه حذر، حطيت الكسكس وباش نفرغ في وسط الرز، ونعبي شوية ماء اخر، نحطه يسخن فوق الغاز، ونحط الرز متاعي فور. حتى حكاية الدريجين ملي يغلي الماء هكاك، حكاية الدريجين هكاك 4 ساعة، أقل بيدا من 4 ساعة شوي، يفور ونهبطو من فوق الغاز. تجيكم كل كعبة وحدها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حطيته فوق الغاز باش يفور، غطيه ونخليه يفور في عقله. هذه الزبدة، اه هذه الفاكهة فيها مغرفة زبدة. شعلت الغاز باش نحط نحمرها. ردوا بالكم تسعوا عليها، راي الفاكهة في ساعة تحرق. نحركوا بشوي 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 للي تبدأ تحمار الفاكهة، وقتها نقصوا عليها. كيف نفس الحكاية، كان ما عندك الزبدة تنجم تحط مغرفة زيت وتخلط تو تحمار الفاكهة. اما كيف ما وصيتكم البنات، ردوا بالكم ردوا بالكم تسهوا على الفاكهة، راهي في ساعة تحرق. نقصوا في الغاز على الاخر، وهاوكا في عقلنا نحمروها. الزبدة هذيك ولا الزيت يعطي القرميشة في الفاكهة. نبقى نحركوا على نار هادية للي تشوفوها حمارت. هاكا قربت لكم باش تشوفوها هيك بدت تحمار. وقتها نحيدها فوق الغاز وقصت عليه هذا الرز تاعي فور وكمل. لهنا جبت صحفة باش نفرغ فيها الرز ونخلطها بالصوص متاعي. الفاكهة حاضر، الرز حاضر، والصوص حاضرة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نحطوا الصوص فوق الرز ونخلطه. وكل واحد كيفاش يحبوا، عاد اللي يحبوا فيه برشا صوص واللي يحب شوية، واللي كل واحد كيفاش. حركته باش نزيد شوية صوص ونزيد نحرك. من هنا خلطت الرز متاعي. الريحة طالعة ما شاء الله ما شاء الله، تعمل 66 كيف. هكا صحاين تراديسيونيل متاعنا متاع تونس، سيدي بوسعيد. الحاصل حبيت نعمل لكم جو تونسي هكا، ان شاء الله يكون الفيديو متاعي عجبكم. كان هكا ولا هكا
اول مره ما تاخدوش عليا. عدولي مسالج اول مره، كان فما غلطه، كان فما حاجه في المونتاج في التصوير، اما بالنسبه للريسيت ما فيهاش غلطه. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات اخرى متنوعه. هذا الرز نتاعي حضر نستوي فيه باش نزينه من بعد بالفاكهه، ونزينه بالفخوذات نتاع الدجاج اللي قاعده تحمر في الفور. هكا باش نخرجها تو من الفور ونوريها لكم. اهم كي حاضروا جو فاوحين وطريين بنين 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 ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم الحاصل، ما صاب جيتوا الكل بحذايا وذقتوا منه. هذا الرز حضر زينته بالفاكهة وكل واحد كيفاش يحب، كيف طريقة التزيين نتاعو. ان شاء الله الفيديو نتاعي ينال اعجابكم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات اخرى. وتوا ما عليك نقولكم باي باي وتشاو تشاو، نتقابلوا في فيديو اخر.